الكاتب الروائي والسيناريست اللي قرر يكتب دايما اللي مش موجود على الرف. لو فاكر انه مجرد شخص عادي داخل مجال الادب فانت غلطان. تعال احكي لك مين هو احمد مراد اللي اختار الكتابه لما خير نفسه بين العلاج وانه يكون كاتب. في 2007 ظهر لنا مع اول روايه ليه فيرتيجو، اللي جسد فيه شخصيته وقتها في كاركتير مصور بيشهد جريمه قتل في نادي ليلي شهير علشان كان بيصور المشاهير ونخبه المجتمع، ولانه انسان كان من الطبيعي يخاف ويهرب من المكان، بس نسي شيء مهم جدا، إنه معاه صور تدينهم من موقع الجريمة. فهل هيعرف يهرب من العصابة اللي هتترصد ليه بعد كده؟ ده اللي عرفه لينا الكاتب خلال الرواية، واللي ناقشت كمان الفساد السياسي واستغلال السلطة والنفوذ، ده غير طبعا الطبقية في المجتمع. وكانت الرواية هي الانطلاقة الأولى ليه زي ما وصفها، هي الحب الأول. فكانت بدايته قوية برواية أدب بوليسي اعتمد فيها على الوصف التصويري السينمائي، واللي استخدم الوصف كمان في اسمها علشان يدل على حالة البطل. ولما قلتلك هي أول انطلاقته ما كانش من فراغ، ده لأن الرواية نجحت نجاح كبير جدا وترجمت للغات كتيرة زي الإنجليش والفرنش، وتحولت لمسلسل بطولة هند صبري وإخراج عثمان أبو لبن سنة 2012. مراد كان شاب في معهد السينما ودارس تصوير، وكان الأول على الدفعة، وبعد كده لسه مؤخرا من سنتين وتخرج 2001، لسه من سنتين قرر ان هو يعمل روايات، فكتب أول رواية فيرتيجو أو فيرتيجو بالعربي، عملت مثلا 7 طبعات، ولسه من مفيش أسبوعين أو من 10 أيام تقريبا تقول أسبوع حصل الطبعة الإنجليش بتاعتها، قصة كبيرة عريضة. الكتاب ده كتبه الكاتب الشاب أحمد مراد، وزي ما احنا متعودين هقول لكم بسرعة بتدور أحداثه عن إيه. من أول وهلة الواحد بيتعاطف مع الشخصية الرئيسية اللي هي أحمد كمال. هو مصور أفراح، مصور فوتوغرافي، بيعمل في حاجات تانية، بس يعني هو مصور أفراح، ورث المهنة عن أبوه وبيشتغل في فندق شيك. خدته الأحداث لحاجات كتيرة جدا، حصل له حادثة كبيرة طار فيها ناس كبيرة غيرت مجرى حياته. بعد كده بنتابع يومياته مع صداقاته المختلفة لحد بنروح كباريه في شارع الهرم، كورنيش المنيل، السيدة زينب. بيخبط في حاجات كتيرة جدا في مصر، في الفساد، في التيار الديني الغريب اللي انجرفت فيه أخته، صحابه الأصلة بتوع المدرسة. بيقابل يعني ناس كتيرة جدا، حتى في رومانسية جميلة في الرواية. بيحب فتاة ما بتسمعش، جميلة رقيقة، بتدرس فنون جميلة للأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة. والراجل ده أشجع جبان أو أجبن شجاع، صح يا أحمد؟ ولو فاكر إنه اكتفى بالضجة والنجاح ده بتبقى غلطان. أحمد مراد كاتب دماغه شغالة دايما، بيفكر بره الصندوق، عنده دايما شغف يكتب الحاجات اللي مش موجودة دايما، ومش عايز يكون ماشي على نفس الخط ولا الناس عارفة في أدب بعين. إنه مفيش حاجة اتعملت علشان انا مش عاجباني قوي، بس عشان الناس بتحب كده. انا عاملها لانها تجربه انا عايز اشوفها بعد 20 سنه يبقى تاثيرها عامل ازاي، وانا مبسوط بيها جدا. قال لهم عشان انا عايز احط ده في السي في بتاعي، عشان انا مبسوط وبحب الفيلم ده جدا. مش بيخاف من المستقبل، وهنا هنقف شويه. هتقولي ازاي مش بيخاف من المستقبل؟ هقولك عشان بيقرا كتير بمعنى الكلمه، بيعمل بحث عن كل مجال هيكتب عنه قبلها بما لا يقل عن 4 شهور. لو انا بعمل روايه بقعد احضر بحث، بس ما حدش يعني ما بلمس الكتابه، بمسك نفسي قوي ان انا اكتب مشهد عاجبني لمده مثلا 4 شهور. فعلا افضل بنزل بقى من اول الازبكيه، بجيب جرايد قديمه، تعالى ناخد كيس ستادي مثلا فيلم 19 اللي هو كيلو الجن. ده مثلا انا اشتغلت عليه بحث حوالي 6 شهور، يمكن كان من اكتر الابحاث اللي حصلت، لان مصر من 100 سنه ملهاش علاقه خالص بمصر دلوقتي. بيتعمق في المعلومات وفي كل المجالات، مش بيقول لا لاي جديد، وده هنعرفه في روايته موسم صيد الغزلان. بس حاليا خلينا في روايته التانية تراب الماس، اللي اتحولت فيلم بعد صدورها ب7 سنين، وزي ما هو قال في حكمة لتأخيرها، وكل درافت عملته كان أفضل من اللي قبله. والرواية كانت بتتكلم عن مندوب أدوية عايش مع والده المتقاعد، دخل عالم الجريمة بمحض الصدفة لما اكتشف تراب الماس اللي كان بيستخدم في القتل التاريخي، وبطريقة ما مش بيسيب أدلة. أدب بوليسي جمع ما بين الفلسفة والاجتماعية، واللي اخترنا إننا نحللها ليكم في الحلقة دي علشان تشوفوا عبقرية أحمد مراد في تحويل رواية لسيناريو فيلم سينمائي قوي، وإزاي قدر يوظف كل المعلومات اللي استخدمها بشكل يوصل للمشاهد وقبلها القارئ بشكل بسيط ومثير للاهتمام. في بداية الفيلم في إسقاط على خروج اليهود من مصر سنة 55 في فترة العدوان على مصر، لما بيومي فؤاد قال في مشهد إن المصريين هيطردوا اليهود من مصر، بس رد عليه حنفي وقال له إن مستحيل يطردوهم، مهما حصل المصري هيفضل مصري ملوش علاقة بالأديان. وكل ده كان محاكاة للأحداث الحقيقية اللي حصلت في الفترة دي. بس تفتكر هل المصريين طردوهم فعلا؟ في الحقيقة لا، ولا حتى تصدر أموالهم زي ما كان بيتحكي.
اللي حصل إن اتصدر بعض أموال الفرنسيين والإنجليز اللي كانوا من ضمنهم يهود، فطلعت شائعات بتقول عكس كده. ده غير إن المشهد ده تحديدا في الفيلم فيه تفكير كتير من ناحية السياسة مش هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن كان من مصلحة مصر إن اليهود يخرجوا بالأخص بعد إنشاء إسرائيل وتنفيذ مشروع مارشال اللي كان هيفتح على مصر هجوم وتدخل في سياستها وسيادتها القومية بحجة وجود أقليات منهم فيها. ولكن هل ده بس المؤثر في الفيلم؟ لا، من الحاجات المؤثرة كمان هي الموسيقى التصويرية اللي كانت بتساعد المشاهد يوصل له الشعور بشكل حقيقي. وكمان في تفصيلة ممكن ما تكونش أخدت بالك منها، بس هي حقيقي تفصيلة معبرة ومؤثرة. في المشهد اللي كان طه بيدفن فيه أبوه ظهر مشهد للغراب وهو بيطير لفوق. هل انت عارف ان الغراب ده بيرمز للموت او الدفن؟ وده تأكيد ان ابو طه مات. وكمان لو لاحظت هتلاقي ان ابوه كان من بداية الفيلم بيتعامل مع غربان، بيأكلهم ويحبهم. حتى طه استغرب منه في مشهد وكان رد فعل ابوه ان الغربان دي من اهم الطيور، كفاية انها علمت الانسان الدفن. بس سيبك من كل ده وركز في ان اللي هيشدك في الفيلم واللي هتتفق عليه كل المشاهد هي كتابة أحمد مراد، وبالأخص الجزء اللي كان طه بيقرأ فيه مذكرات أبوه. هنا ظهر إبداع أحمد مراد في الكتابة. والمهم في الفيلم ده مش بس بيقدم غموض، لا ده كان بيناقش قضايا مجتمعية مهمة جدا، ومن أهمها الفساد السياسي وانتشاره بشكل كبير، والواسطة اللي مسيطرة على مشاهد مهمة في الفيلم، والشذوذ اللي بقى منتشر حتى في مصر. ده غير مناقشة مظاهر الخداع والتركيز على إن مفيش حد كامل، وإن حتى لو الشخص محبوب قدام الناس مش ضروري أبدا يكون من غير أخطاء. زي مثلا مشهد شريف لما سارة كشفت مرضه النفسي وإنه مش الأيقونة ولا الراجل العالمي اللي الناس بتحبه. ده غير تركيز الفيلم على إن القانون مش بيحمي حد ملوش واسطة، وده اللي كرره طه كتير في الفيلم. طيب هتقولي أحمد مراد ما خافش من تصادم الأفكار عند الناس؟ هقولك لأ، لأنه دايما بيقول إنه بيحب يقدم للناس نوع جديد من المغامرة مع أفكارهم، حتى لو المغامرة دي مش مقبولة بالنسبة لأفكارهم، وإن الحاجات في دماغنا مش بتخوف غير لما نكتبها على ورق أو نعرضها للناس. وده بيظهر لك قد إيه هو كاتب ليه هدف وماشي تجاهه ومش مهتم بأي شيء تاني. ولو لخصنا الفيلم عن طريق الصورة فهتلاقي معظم الكادرات كلوز علشان تركز على ملامح ووشوش الممثلين وتظهر معظم المشاهد المأساوية، ومرورهم بالحزن والقلق اللي كانوا لازم يوصلوا لك من خلال تعابير الوش. بس كده خلصنا تحليل الفيلم الرائع تراب الماس. خلينا نرجع تاني لبراعة الكاتب والسيناريست أحمد مراد اللي ما وقفتش عن تحقيق نجاح واحد زي إنه يدخل عالم السينما، لا وكمان يتعرف فيه. ولو هنتكلم على جزء من شخصيته فهو بيتميز إنه بيعمل صدمة عصبية للقارئ، لازم يصير أفكاره ويشرح له العمل بملحق ليه، زي مثلا أغنية موسم صيد الغزلان اللي غناها مسار إجباري وكانت مليانة إسقاط على الرواية، واللي اتحولت بعد كده لفيديو سينمائي مش مجرد كلمات اتلحنت واتغنت. بس قبل ما نوصل لرواية موسم صيد الغزلان كان أحمد حقق بالفعل نجاح كبير جدا من خلال روايته الفيل الأزرق اللي اتحولت بعد كده الفيلم بأجزاء وحققت شعبية واسعة جدا، سواء الرواية وقصتها اللي بتتكلم عن دكتور نفسي قرر يرجع للمستشفى عشان يكتشف ألغاز غريبة، للفيلم وتحويل الرواية لسيناريو. حاليا كل ما يتذكر اسم الفيلم تلقائي بيتوالى معاه نجاحات السيناريست أحمد مراد اللي ما اعتقدش إنه هيمل أبدا من تحقيق ذاته، لأنه كمل بعدها رواية 1919 اللي اتحولت لفيلم كيرة والجن، وبعدهم أرض الإله اللي دخل بيهم مجال الأدب التاريخي علشان يقدم للناس أعمال لا غبار عليها، ومتعوب جدا في كل معلومة مكتوبة جواها، وزي ما قال بيكون وجهة نظره الخاصة وهو بيعمل بحث علشان في النهاية توصل لك معلومة تصدقها وتعيش مع قصتها. نيجي بقى لموسم صيد الغزلان اللي عملت ضجة كبيرة جدا وقتها، واللي زي ما قلت لك سوق ليها بكذا طريقة، وأفضلهم كانت أغنية مسار إجباري اللي ما فهمهاش كل الناس وقتها. حتى في الأغنية دماغك بتفكر ليه استخدم التعبير ده وإيه دليل الشخصية دي، والأكيد إن اللي قرأ الرواية هيفهمها كويس جدا. ورغم نجاح الرواية واجه انتقادات كبيرة جدا، زي إنه بيقدم شخصية ملحدة فيها وتصرفات غريبة وأسئلة زي ما قال عنها بنسألها لنفسنا بس بنخاف لما تتكتب قدامنا. فهل تفتكر إنه وقف رغم كل ده؟ بالعكس، قال إنه مش بيهمه كل ده، وإنه بيهتم أكتر لتكريس أفكار جديدة يجاوب عليها هو أو القارئ، وإنه دايما هيمشي لقدام من غير ما يلقي نظرة حتى على النقد الهادئ. الرواية مليانة تفاصيل علمية استغرقت منه شهور في البحث، كرس كل وقته إنه يعيش في المستقبل، يعرف الأبحاث هتكون إزاي، عاش مع الأبحاث علشان يقدر يتخيل الكلام صوت وصورة يوصله القارئ بسلاسة. وفي لفتة جميلة في الرواية وهي إنه مش محدد وقت معين علشان كل قارئ يبني لنفسه زمن، ولكن صرح قبل كده إنه عارف التاريخ بتاعها وهو في ستينات القرن. ولأنه مش هيقف أبدا على النجاح كمل سلسلة رواياته الغامضة والتاريخية بروايات تانية زي لوكاندا بير الوطويط، وأنهاهم برواية أبو الهول اللي صدرت سنة 2023. وكمان من الأفلام اللي كتب لها سيناريو بس من غير ما تكون بدايتها رواية هو فيلم الأصليين اللي كل تفصيلة فيه ليها معنى، وده حلناه في حلقة لوحده.
السيناريست والكاتب أحمد مراد من أهم الكتاب المعاصرين اللي مروا علينا، بيحول كل كلامه لصورة وبيعامل الرواية كأنها فيلم، بيستمتع بقراءته القارئ لحد ما يتحول لمشاهد. معتبر الجيل الجديد هو بداية لإيقاع جديد في مجال الأدب، شخصية عبقرية عارفة ازاي تكرس وقتها في شيء صحيح وازاي تنظم وقتها من غير ما تضطر تضيعه كله على السوشيال ميديا. في آخر الحلقة أحب أقولك زي ما السيناريست قال، الهروب من الكتابة ممتع، بس الأكتر متعة إنك تفكر نفسك بمجهودك، وإن السنة الجاية هتقف في عرض فيلمك الخاص بعد ما حولته من رواية لفيلم كل الناس هتشوف. واحد أنا بفكر نفسي جدا إن أنا بعد سنة هبقى واقف في السينما بعرض الفيلم بتاعي عرض خاص، وهبقى واقف بستقبل الناس وبوريهم أنا عملت إيه، وده في حد ذاته فيه انسنتيف عالي جدا ليا إن أنا لازم أقعد أشتغل.